عسلامة ومرحبا بكم في قناتي MKM سافور. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. غبت عليكم واني رجعت المره هذه فيديو سبيسيال شويه فيها حضرته انا واختي ربي فضلها. دونك حضرنا مقارونه سباغيتي بالفروي دو مير. المره هذه مش نعطيكم طريقه تنظيف ببوش البحر هذايا. دونك القوقعه بتاعو راهي معبيه حشاكم بالتراب والواحد دونك لازم تتنظف بالكدا. خليتها نقعتها في الماء حكايه ساعتين ولا 3 ساعات حصيله حتى هيك التراب اللي شدت بالكدا طاح كله اكثريته في قاع البول. دونك وغسلته برشا مرات، كل مره نحوله من معون المعون غسلته وتوا اختي تنظف فيه. دونك خرجته هكا بالسكينه، والا تنجموا تخرجوا باي حاجه عندكم بكيردون باي حاجه. تنحي له هذيك الوحده الحاجه اليابسه اللي فيه، وهذيك حشيكم الوسخه وكيما هكا تخرجها هكايا نحيها من القوقعه بتاعها، وبعد تنحي هذه الحاجه اليابسه اللي فيه، وبعد تنظف هذيك المصار نتاعو كيما نقولوا حتصيلو الحاجه الزايده الكل تنحيه تخليه كان هذيك البيضه اللحم بتاعها اكا وهذاك هو اللي تخليه وتنظفه بالكدا. ومن بعد تيكا تصمتو هي باش تعمل به المقارونه. دونك صمتته مع القرنيط والشوابي. ماذا بكم الببوشي تصمت اكثر، يقعد اكثر وقت باش يطيب. دونك من بعد تيكا فوحت به الببوش هذايا تنجموا تستعملوه مع الشوابي السوبيا يعني، والا القرنيط ك سالاد فروي دو مير، والا تنجموا تستعملوا به عجة كروفيت مع الكروفيت عجة البابوش بابوش حصيلو. تنجموا تنوعوا به اللي تحبوا، تنجموا تستعملوه في تشيش زادة شوربة فريك يجي بنين برشا. حصيلو هي استعملته هي في المقارونة بالصوص. دونك عملت الصوص بتاعها طماطم وفلفل وزيت وحطت فيه هذاك البابوش البحر مع القرنيط واللي عندها الكل حصيله. خليتها تصمت، خليتها تتقلى الصوص، وبعد مرقتها حتى لوين طاب كل شيء فيها، وخليت المقارونة سباغيتي بالطبيعة تتصمت وحدها. ومن بعد لك سقات كيما هكا. إذا تحبوا طريقة المقارونة حطوا لي في كومنتير تو نعطيكم الوصفة بالضبط كيفاش تصير. وهذه فيديونا اليوم ووصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفة اخرى ان شاء الله.